بس البنات دول بجد منهم لله. انا مرة كنت ماشي على الحيط عادي وما بعملش اي حاجة خالص، وفجأة واحدة شافتني وقعت في الارض كأنها ماتت، ولقيت ابوها جايب الشبشب وبيجري عليا وعامل عقله من عقلي، وامها عمالة تصوت وتقول بنتي ماتت. لولا ان الراجل ابوها الشرير الكعبل وقع على الارض قمت جاري ونطيت من الشباك، كان زماني دلوقتي لازق في الشبشب ومفعوص. أنا دخلت مرة أوضة بنت بالغلط، ومن حظ مهبب إنها كانت صاحية. وخد عندك بقى يا اسطى صريخ ومية بتتحدف عليا من بعيد، وشباشب بتطير ناحيتي، وفي الآخر من كتر سوتها فضلت تترعش وفجأة وقعت على الأرض. والله يا عم صعبت عليا وكنت عايز أفوقها، بس سمعت صوت ناس جايين بيجروا على أوضتها، قلت لا ما بدهاش بقى، أنا أهرب وخلاص. يا عم أنا آخر مرة طلعت فيها على المطبخ دخلت على بنت كانت واقفة بتقشر بطاطس، يا نهار أزرق، فجأة قعدت تصوت كأنها شافت ديناصور، وانا يا عم غلبان وهبل وما كنتش عارف اتصرف ازاي، بس لولا ساتر ربنا وانا بجري وخايف اتزحلقت وقعت جوه البلاعة. الحمد لله كان زماني دلوقتي وجبة للنمل. دي مرة واحدة شافتني عند الحوض قامت جابت شبشب مقاس 43 وأنا مقاسي 2 ملي، لولا ان من خوفها فضلت ماسكة الشبشب وبتصوت وبس. وقتها نطيت في عين الكابانيه وكانت لسه ما فتحتش السيفون، بس ما همنيش ونطيت احسن ما اموت. عايزك بقى تتخيل لو ده كان نزل عليا كان هيعمل ايه فيا. ده انت كده تبقى من القوات الخاصة الصرصورية يا عم. انا بقيت اول ما بشوف بنت بهرب قبل ما تصوت وتلم عليا الناس. المشكلة بقى يا اسطى انهم بيقولوا علينا اننا مقرفين. طيب ما هم بياكلوا حاجات شكلها مقرف، ده كفاية البتاع اللي شكل الاسهال ده اللي بيقولوا عليه بتستاشيو. أنا بقيت بخاف أمشي في البلاعات، أصل ألاقي بنت طلعالي وتصوت في وشي. بس الشهادة لله احنا احسن من غيرنا. انت ما بتشوفش اللي بيحصل في اهلنا اللي في الصين ايه يا عم؟ دول بيأزأزونا هناك زي اللب. كفاية بقى يا عم، ربنا يجعل كلامنا خفيف على البنات، دول بيجوا على السيرة وجسمي بيقشعر منهم. طيب بنات لا بلاش، حرام عليك. بنات لا، جسمي بيقشعر.